يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم مصري نادر للنجمة نجلاء فتحي والنجمة جينا. عاوزين تعرفوا هو فيلم ايه وايه قصته ومين أبطاله وايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن الفيلم المصري النادر شباب يحترق، إنتاج سنة 1972، من بطولة نجلاء فتحي وجينا ومحمود ياسين ومحمود المليجي ووحيد جلال. بتدور أحداث الفيلم حوالين نادية الفتاة المستهترة اللي بتوجه نفسها بنفسها من خلال علاقة أصدقائها كمال وجوكر وجينا. في خضم الحياة بتتقابل مع أحمد الصحفي اللي بتحبه من أول نظرة، وتأبى جينا إلى نادية طالبة منها إخفاء زوجها لديها دون أن تبدي الأسباب. تعرف نادية من جوكر إن زوج جينا هارب من العدالة، فتطلع أحمد على ذلك ويعدها بأنه سوف يحضر لإيجاد حل، ولكنه بيتأخر عن ميعاده. بيحاول زوج جينا الاعتداء على نادية فتطعنه بسكين وتتصاعد الأحداث.